تخيلي معايا الموقف ده. نادية 30 سنة، شغالة في شركة كويسة من 7 سنين، قاعدة قدام اللابتوب بتاعها بتدور على شقق. من 3 سنين نادية جمعت 300 ألف جنيه لمقدم شقة، كانوا كفاية المقدم شقة في منطقة كويسة ساعتها. بس كل ما تقرب من الخطوة الأسعار تزيد، دلوقتي نفس الشقة بقت محتاجة 500 ألف مقدم. نادية بتدفع 4000 جنيه إيجار كل شهر، يعني 48 ألف جنيه في السنة، يعني في 3 سنين دفعت 144 ألف جنيه، وما عندهاش حاجة بعد كل الفلوس دي ما اتدفعت. أمها بتقول لها: يا بنتي انتي بترمي فلوسك في البحر، لو كنتوا اشتريتوا من زمان كنتي دلوقتي من الملاك. صاحبتها بتقول لها: اشتري بقى، العقار أحسن استثمار، ومين يضمن الإيجار بكرة. ونادية قاعدة بتحسب، لو اشترت هتدفع 15 ألف جنيه كل شهر قسط لمدة 15 سنة، يعني أكتر من 3 أضعاف الإيجار، وكل فلوسها هتتقيد في شقة واحدة. ولو احتاجت فلوس فجأة هتعمل ايه؟ ولو غيرت شغلها هتعمل ايه؟ ولو السؤال اللي بيحير نادية واللي بيحير ملايين الستات المصرية هو: الإيجار ولا التمليك؟ لو انتي زي نادية، أو حتى لو عندك الشقة بتاعتك وبتفكري تستثمري في عقار تاني، أو لو لسه في بداية مشوارك وبتخططي للمستقبل، الحلقة النهاردة ليكي. أنا ريهام، ودلوقتي في نفس المرحلة، جمعت مقدم شقة وبدأت أدور، واكتشفت حاجة مهمة: إن السؤال مش بس إيجار ولا تمليك، السؤال الأهم: إيه اللي مناسب ليك انتي في الوقت ده بظروفك دي؟ النهاردة هحكيلك عن قاعدة 5% اللي بتساعدك تاخدي القرار المالي الصح، وهنتكلم عن الجانب النفسي والاجتماعي للقرار ده، وهنشوف بدائل الاستثمار العقاري غير شراء الشقة، وهنفهم امتى الإيجار بيكون الاختيار الأذكى ماديا. أهلا بيكي في فلوس الست، بودكاست لكل بنت وست مصرية عايزة تمسك زمام فلوسها حتى لو دخلها على قده. هنا هنتكلم عن الميزانية، الادخار، الاستثمار، وازاي توصلي للحرية المالية خطوة بخطوة. قبل ما ندخل في التفاصيل، خلينا نفهم ليه الموضوع ده بقى أهم من أي وقت فات. في السنين الأخيرة أسعار العقارات في مصر زادت بشكل كبير جدا، في نفس الوقت الإيجارات برضو زادت، بس مش بنفس النسبة، وده خلى كتير من الناس محتارين: هل الأفضل استثمر في عقار دلوقتي قبل ما الأسعار تزيد أكتر، ولا أفضل مستأجرة واستثمر فلوسي في حاجة تانية؟ والسؤال الأهم: هل قرار التمليك لازم يكون دلوقتي حتى لو مش جاهزة ماليا أو نفسيا؟ عشان كده محتاجين نفصل بين حاجتين: القرار المالي البحت اللي هو ايه الأوفر، والقرار الشخصي اللي هو ايه اللي هيخليكي مرتاحة. وأهم حاجة نفهم إن مفيش إجابة واحدة تناسب كل الناس. خلينا نبدأ بأكبر خرافة في الموضوع ده. كلنا سمعنا الجملة دي: الإيجار رمي فلوس في البحر، لو بتدفعي إيجار كل شهر يبقى أحسن تدفعي قسط وتبقي من الملاك. الجملة دي مش صح تماما، وخلينا نفهم ليه. أولا، التمليك برضو فيه فلوس بتضيع. لما تشتري عقار مش بس بتدفعي تمن الشقة، بتدفعي فوائد القرض، لو مش كاش ممكن توصل لنص تمن الشقة على مدار سنين. الصيانة والإصلاحات، سباكة، كهرباء، دهانات، التأمينات والرسوم، ضريبة التصرفات العقارية، تكاليف البيع لو قررتي تبيعي، سمسرة، محامي، إلى آخره. كل الفلوس دي بتضيع برضو، مش بس الإيجار. ثانيا، الإيجار بيديكي مرونة. لما تكوني مستأجرة تقدري تتنقلي بسهولة لو الشغل اتغير، تقدري تجربي مناطق مختلفة قبل ما تقرري فين تستقري، تقدري تستثمري الفرق بين الإيجار والقسط في استثمارات تانية، وما عندكيش قلق من مشاكل الصيانة الكبيرة لأنها مسؤولية المالك. ثالثا، مش كل عقار استثمار كويس. العقار مش دايما بيحقق أرباح. في مناطق ممكن أسعار العقارات فيها تفضل ثابتة أو حتى تنزل لسنين، خصوصا لو في زيادة كبيرة في المعروض. عشان كده مهم نبعد عن التفكير الأبيض والأسود، ونفهم إن كل اختيار له مميزاته وعيوبه. دلوقتي هنتكلم عن أداة عملية جدا بتساعدك تاخدي القرار المالي، اسمها قاعدة 5%. القاعدة دي بسيطة جدا: لو تكلفة الإيجار السنوي أقل من 5% من سعر الشقة يبقى الإيجار أفضل ماديا، ولو أكتر من 5% يبقى الشراء أفضل. إزاي بنطبق القاعدة دي؟ خلينا نشرحها بمثال بسيط. المثال الأول: شقة سعرها 1,000,000 جنيه،
الخطوة الأولى احسبي 5% من سعر الشقة. 5% من مليون بيساوي 50,000 جنيه في السنة، يعني تقريبا 4200 جنيه في الشهر. الخطوة التانية شوفي الشقة دي بتتأجر بكام. لو الإيجار الشهري 3000 جنيه يعني 36,000 جنيه في السنة، يعني أقل من 5% اللي هي 50,000 جنيه. القرار للإيجار أفضل ماديا. لو الإيجار الشهري 6000 جنيه يعني 72,000 جنيه في السنة، يعني أكتر من 5% اللي هي 50,000 جنيه. القرار الشراء أفضل ماديا. المثال التاني، شقة سعرها 800,000 جنيه، 5% من 800,000 بيساوي 40,000 جنيه في السنة، يعني حوالي 3300 جنيه شهريا. لو الإيجار 2500 جنيه شهريا يعني 30,000 جنيه سنويا، يبقى الإيجار أفضل. لو الإيجار 4000 شهريا يعني 48,000 سنويا، يبقى الشراء أفضل. ليه القاعدة دي شغالة؟ القاعدة دي بتاخد في الاعتبار تكلفة الفرصة البديلة، يعني الفلوس اللي هتدفعيها في الشقة لو استثمرتيها في مكان تاني كانت هتجيبلك عائد، بالإضافة للصيانة والمصاريف الإضافية للملكية وضرائب الأملاك وتكلفة السيولة المفقودة. كل ده بيتلخص في رقم واحد بسيط، 5%. مثال عملي من الواقع، تخيلي إنك بتدوري على شقة في منطقة معينة، لقيتي شقة سعرها 1,200,000 جنيه، نفس الشقة إيجارها 4500 جنيه في الشهر. هل الإيجار أفضل ولا الشراء؟ الحسبة هتكون 5% من 1,200,000 بتساوي 60,000 جنيه سنويا، يعني 5000 جنيه شهريا. الإيجار الفعلي بيساوي 4500 في 12 يعني 54,000 جنيه سنويا. النتيجة إن الإيجار اللي هو 54,000 أقل من 5% اللي هي 60,000، يعني الإيجار أفضل ماديا، والفرق 6000 جنيه سنويا أو 500 جنيه شهريا ممكن تستثمريه في أصول تانية. خلينا نكون صراحة، القرار مش مادي بس، في جانب نفسي واجتماعي كبير، وده مش عيب، ده واقع. كتير من الناس بيحسوا بأمان أكتر لما يكون عندهم عقار باسمهم. الإحساس ده مش ممكن نتجاهله وله قيمة. لو الأمان النفسي ده مهم ليكي قوي ومستعدة تدفعي أكتر عشانه، ده اختيارك، بس المهم تكوني عارفة إن ده اختيار نفسي مش مالي. في مجتمعنا في ضغط كبير على الستات إنهم يمتلكوا عقار، يمكن لأن ده بيوفر لهم أمان مستقبلي. العيلة بتضغط، الناس بتسأل، والمقارنات موجودة. بس المهم تفتكري إن اللي يناسب غيرك مش بالضرورة يناسبك. لو عندك أطفال ومش عايزة تنقليهم من مدرسة لمدرسة، ده سبب منطقي للتمليك. لو عايزة تعملي تشطيبات معينة على ذوقك وتحسي إن البيت فعلا بيتك، ده برضو سبب وجيه. أو لو عندك أفراد في الأسرة سنهم كبير ومش عايزاهم يتعبوا في التنقل كل شوية. أنا شخصيا بدأت أدور على عقار، مش عشان القرار المادي بيقولي أشتري، لا، عشان عايزة الاستقرار النفسي، وعايزة أحس إن عندي مساحة ملكي أقدر أعمل فيها اللي أنا عايزاه. وفي نفس الوقت أنا عارفة إني بدفع أكتر من لو فضلت مستأجرة، بس ده اختياري. المهم إنك تعرفي أنت بتختاري إيه وليه، وتكوني مرتاحة للاختيار ده. تعالي نتكلم بصراحة، في حالات كتير الإيجار بيكون الاختيار الأفضل. واحد، لو مدخراتك محدودة، لو عندك 200,000 جنيه مثلا، ممكن تستخدميهم كمقدم شقة أو تحتفظي بيهم كطوارئ وتفضلي مستأجرة. لو حطيتيهم كلهم في مقدم هتكوني ربطتي كل ثروتك في أصل واحد، وده خطر. 2، لو مش متأكدة من استقرارك في المنطقة، لو شغلك ممكن يتنقل أو لو مش متأكدة انك هتفضلي في المدينة دي، الإيجار بيديك مرونة. 3، لو أسعار العقارات مبالغ فيها، في أوقات ومناطق أسعار العقارات بتكون أعلى بكتير من قيمتها الحقيقية، في الحالة دي الإيجار بيكون أزكى لحد ما الأسعار تستقر. 4، لو عندك فرصة استثمار أفضل، لو تقدري تستثمري فلوسك في حاجة تانية بعائد أعلى من ارتفاع أسعار العقارات، يبقى الإيجار أزكى. 5، لو عايزة تركزي على حياتك المهنية، في بداية الحياة المهنية ممكن تحتاجي فلوس لتطوير نفسك، حضور كورسات، السفر، التنقل. في المرحلة دي الإيجار بيديكي حرية أكبر. 6، لو مش عايزة مسؤولية الصيانة، العقار محتاج صيانة مستمرة، لو مش مستعدة نفسيا أو ماديا للمسؤولية دي الإيجار أريح. على الجانب التاني في حالات التمليك بيكون الاختيار الأفضل. 1، لو عندك استقرار مالي ومهني، لو مرتبك ثابت وكويس وشغلك مستقر وعارفة انك هتفضلي في المكان ده سنين طويلة، التمليك بيكون منطقي. 2، لو نسبة الإيجار للسعر عالية، لو الإيجار السنوي بيمثل من 7 ل 8% أو أكتر من سعر العقار، يبقى الشراء أفضل ماديا. 3، لو أسعار الفايدة منخفضة،
لو تقدري تاخدي قرض بفايدة معقولة ده بيخلي التمليك بالتقسيط أفضل. 4. لو محتاجة الأمان النفسي ومستعدة تدفعي مقابل الأمان ده اختيار صحيح، بس المهم يكون اختيار واعي. 5. لو عايزة تعملي تعديلات كبيرة، لو عايزة تعملي تشطيبات معينة أو تعدلي في التصميم أو تبني حاجة بذوقك ده صعب في الإيجار. 6. لو عندك أطفال وعايزة استقرار، التنقل صعب على الأطفال، لو عايزة تثبتيهم في مدرسة ومنطقة التمليك بيديك الاستقرار ده. بس قبل ما تقرري تشتري لازم تكوني عارفة كل التكاليف مش بس سعر الشقة. 1. تكاليف الشراء الأولية، ضريبة التصرفات العقارية، رسوم الشهر العقاري والمحامي، رسوم السمسار، تكاليف المعاينة والفحص. 2. تكاليف التشطيب، لو العقار لسه مش متشطب التشطيب الأساسي بتكون تكلفته من 1500 ل 2500 جنيه للمتر، والتشطيب الفاخر بتكون تكلفته من 3000 ل 5000 جنيه للمتر على الأقل. 3. تكاليف الصيانة السنوية، الصيانة الدورية بتكون من 1 ل 2% من قيمة العقار سنويا، والتأمين بيكون من 2/10 ل 5/10% من قيمة العقار. 4. فوائد القرض لو بالتقسيط، على مدار 10 ل 25 سنة ممكن تدفعي في الفوائد قد نص تمن الشقة أو أكتر. 5. تكاليف البيع لو قررتي تبيعي، السمسرة، المحامي، الضرايب، كل التكاليف دي لازم تحطيها في الحسبان قبل ما تقرري. دلوقتي تعالي نتكلم عن حاجة مهمة، ايه البدايل لو عايزة تستثمري في العقار بس مش عايزة تشتري شقة؟ 1. صناديق الاستثمار العقاري، دي صناديق بتستثمر في عقارات متنوعة، مولات، مباني إدارية، فنادق، وبتوزع الأرباح على المستثمرين. المميزات بتكون سيولة عالية، تقدري تبيعي وتشتري في البورصة، تنويع، فلوسك متوزعة على قارات كتير، دخل ثابت بتوزيعات أرباح دورية، ومبالغ صغيرة ممكن تبدأي بمبلغ أقل من شراء شقة. والتحديات هي إن السوق لسه محدود في مصر والعوائد مرتبطة بأداء الصندوق. 2. الاستثمار في عقار للإيجار، بدل ما تشتري شقة تسكني فيها ممكن تشتري شقة أو محل تأجريه. المميزات هي دخل شهري ثابت وارتفاع قيمة العقار مع الوقت وتنويع مصادر الدخل. والتحديات هي إنه محتاج رأس مال كبير ومسؤولية الصيانة والمستأجرين وفترات ممكن تفضل فاضية. لو هتشتري عقار للإيجار احسبي العائد السنوي، العائد هيساوي الإيجار السنوي ناقص التكاليف السنوية، وكل ده نقسمه على تكلفة الشراء الكلية. مثلا لو اشتريتي شقة ب800,000 جنيه وأجرتيها ب4,000 جنيه الإيجار السنوي هيكون 48,000 جنيه، والتكاليف اللي هي الصيانة والضرايب وفترات الفراغ هنقول 8,000 جنيه، يبقى صافي العائد بيساوي 40,000 جنيه، يعني نسبة العائد بتساوي 5%. لو العائد أقل من عوائد الاستثمارات التانية زي الأذون مثلا يبقى مش استثمار كويس. 3. الاستثمار في الأرض، بدل العقارات المبنية ممكن تستثمري في أرض في منطقة ليها مستقبل. المميزات هي إن تكلفة الصيانة 0 واحتمال ارتفاع قيمة كبير، والتحديات هي إن مفيش دخل شهري ومحتاجة صبر طويل ومخاطرها القانونية أكتر. 4. المشاركة في مشروع عقاري، ممكن تدخلي كشريك في مشروع عقاري مع أصحاب أو عيلة وتوزعوا الأرباح. المميزات إن رأس المال بيكون أقل وخبرة مشتركة، والتحديات هي مخاطر الشراكة وإنها محتاجة ثقة كبيرة. لو قررتي تشتري تعالي نشوف إيه الخيارات المتاحة. 1. التقسيط من المطور مباشرة، في المشروعات الجديدة المطور بيقدم أنظمة تقسيط مقدم من 10 ل 30% وأقساط على 5 ل 10 سنين بدون فوائد أحيانا، بس السعر بيكون أعلى من الكاش. 2. القرض العقاري من البنك، البنوك بتقدم قروض عقارية مقدم من 15 ل 20% وأقساط توصل ل 30 سنة وفايدة متناقصة أو ثابتة من 12 ل 18% حاليا. 3. التمويل العقاري الحكومي، الحكومة بتقدم مبادرات لمحدودي ومتوسطي الدخل بفوائد مدعومة. 4. الشراء من السوق الثانوية بالتقسيط، بعض الأفراد بيقبلوا تقسيط مباشر لكن ده محتاج حرص شديد قانونيا. نصيحة مهمة، قبل ما تاخدي قرض احسبي إجمالي المبلغ اللي هتدفعيه، القسط في عدد الشهور ممكن تلاقيه ضعف سعر الشقة. من أكتر الحاجات اللي بتقلق الناس هي المشاكل القانونية، تعالي نشوف أشهرها. 1. مشاكل التسجيل، دايما اتأكدي إن البائع مالك فعلي ومسجل في الشهر العقاري، وما توقعيش عقد ابتدائي أبدا، لازم يتسجل نهائي. 2. مشاكل التراخيص،
اتأكدي ان العقار مرخص ومطابق للمواصفات، لو فيه مخالفات ممكن تتكلفي كتير لتصحيحها. 3. مشاكل الشراكة، لو هتشتركي مع حد لازم كل حاجة تكون موثقة قانونيا، حددوا نسبة كل واحد وايه اللي هيحصل لو حد عايز يبيع. 4. مشاكل الجيران والحيازة، اتأكدي من حدود الملكية واسألي عن الجيران ومشاكلهم. 5. مشاكل المرافق، اتأكدي ان كل المرافق متوصلة، كهرباء، مية، غاز، تليفون، واتأكدي من الفواتير المستحقة. نصايح للحماية القانونية، استعيني بمحامي متخصص في العقارات، اعملي بحث في الشهر العقاري، ما تدفعيش اي فلوس قبل ما تتأكدي من كل الأوراق، واقري العقد كويس قبل التوقيع، وخدي نسخة من كل المستندات. دي أشهر الأخطاء اللي الناس بتقع فيها في قرار الإيجار أو التمليك. أخطاء خاصة بالتمليك. الخطأ الأول، الشراء تحت الضغط الاجتماعي، ما تشتريش عشان الناس بتقول، اشتري لما تكوني جاهزة فعلا. الخطأ التاني، ربط كل الثروة في عقار واحد، ده بيخليكي من غير سيولة لأي طوارئ، التنويع مهم جدا. الخطأ التالت، عدم حساب التكاليف الإضافية، ناس كتير بتحسب تمن الشقة بس وتنسى باقي المصاريف، وبعدين تتفاجئ إنها ما قدرتش تكمل. الخطأ الرابع، الشراء في أعلى سعر، ما تشتريش وانت حاسة ان السوق في قمة الفقاعة، الصبر أحيانا بيوفر كتير. الخطأ الخامس، عدم المعاينة الجيدة، زوري العقار أكتر من مرة وفي أوقات مختلفة، اسألي عن المنطقة والجيران. أخطاء خاصة بالإيجار. الخطأ الأول، الإيجار الغالي بزيادة، الإيجار المثالي بيكون من 25 ل 30% من دخلك الشهري، لو أكتر من كده هيضغط على باقي ميزانيتك. الخطأ الثاني، عدم ادخار الفرق، لو اخترتي الإيجار لأسباب مادية لازم تستثمري الفرق، لو مش بتستثمري الفرق يبقى التمليك كان أفضل. الخطأ الثالث، البقاء في الإيجار للأبد خوفا، الإيجار مرحلة مش نهاية المطاف، ما تخافيش من خطوة التمليك لما تكوني جاهزة. الخطأ الرابع، عدم التفاوض على العقد، كل حاجة في عقد الإيجار قبل للتفاوض، ما تقبليش أول عرض. أخطاء مشتركة. الخطأ الأول، عدم وضوح الهدف، قبل ما تقرري اسألي نفسك ايه هدفي، الاستقرار، الاستثمار، المرونة. الخطأ الثاني، المقارنة بالآخرين، كل واحدة ظروفها مختلفة، اللي يناسب صاحبتك مش بالضرورة يناسبك. الخطأ الثالث، عدم التخطيط طويل المدى، فكري فين هتكوني بعد 5 أو 10 سنين، القرار بتاع النهاردة بيأثر على المستقبل. في استراتيجية ذكية نفسي أشاركها معاكي، اسمها التدرج في التمليك. بدل ما تحطي كل فلوسك في شقة واحدة من أول يوم، ممكن تعملي كده. المرحلة الأولى، السنة 1 ل 3، الإيجار زائد الادخار المكثف، اسكني في إيجار معقول، ادخري بشكل مكثف من 40 ل 50% من دخلك لو يمكن، استثمري المدخرات في أدوات سايلة، إذون وصناديق. المرحلة الثانية، من السنة 3 ل 5، التقييم والبحث، وانتي بتدخري ابدأي ادرسي السوق، زوري مناطق مختلفة، قيمي احتياجاتك الحقيقية، اعرفي الأسعار كويس. المرحلة الثالثة، من السنة 5 ل 7، الشراء الذكي، لما تكوني جمعتي مبلغ كويس من 30 ل 40% من ثمن الشقة، وعارفة بالظبط ايه اللي انت عايزاه وشايفة فرصة كويسة في السوق، ساعتها اشتري. المميزات انك بتدخلي الشراء بمقدم كبير، فالأقساط بتكون أقل، وبتكوني عارفة السوق كويس، فمش هتشتري في أعلى سعر، وعندك سيولة احتياطية للطوارئ، واديتي نفسك فرصة تفكري كويس. الاستراتيجية دي مش للكل، بس لو عندك صبر ونظام ممكن توفري على نفسك مشاكل كتير. في النهاية عايزة أقولك حاجة مهمة جدا، العقار وسيلة مش هدف. الهدف انك تعيشي حياة مريحة متوازنة فيها أمان مالي، ما تخليش البحث عن العقار المثالي يستهلك سنين من حياتك، وما تخليش القلق من الإيجار يمنعك من انك تعيشي حياتك. حددي أولوياتك بوضوح، ايه الأهم بالنسبة ليكي دلوقتي، الاستقرار، المرونة، الاستثمار. اعملي خطة واقعية، ما تحطيش أهداف مستحيلة، لو محتاجة 5 سنين عشان تجمعي المقدم ده طبيعي. استمتعي بالرحلة، الإيجار مش فشل، كل مرحلة ليها مميزاتها. ما تقارنيش نفسك بالآخرين، كل واحدة رحلتها مختلفة، اللي بيظهر على السوشيال ميديا مش كل الحكاية. خليكي مرنة، الخطط ممكن تتغير وده عادي جدا. أنا شخصيا قررت أدور على عقار، مش عشان ده الاختيار الصح ماديا، لكن عشان ده اللي هيخليني مرتاحة نفسيا في المرحلة دي من حياتي. وفي نفس الوقت لو الظروف اتغيرت ولقيت ان الإيجار أنسب مش هتردد أرجع له. المهم إني أكون عارفة ليه بختار ومرتاحة للاختيار ده.
تحدي الأسبوع ده هو تقييم الإيجار مقابل التمليك لظروفك الشخصية. اليوم الأول حددي احتياجاتك، ايه المنطقة اللي عايزة تسكني فيها، ايه المساحة والمواصفات اللي محتاجاها، ايه ميزانيتك الحقيقية. اليوم التاني دوري على الأسعار، ادخلي على دوبيزل أو أي موقع عقارات، دوري على شقق للبيع في المنطقة اللي انت عايزاها، سجلي الأسعار، خدي متوسط 5 أو 10 شقق. اليوم التالت دوري على الإيجارات في نفس المنطقة، دوري على شقق للإيجار، شوفي الشقق المشابهة بتتأجر بكام وسجلي الأسعار. اليوم الرابع اعملي الحسبة، احسبي التكلفة السنوية للإيجار في 12، احسبي التكلفة السنوية للتمليك، لو كاش يبقى سعر الشقة في 5%، لو بالتقسيط يبقى القسط الشهري في 12، وقارني بين الرقمين. اليوم الخامس قيمي العوامل الشخصية، اكتبي ايه المهم بالنسبة ليكي، الأمان النفسي، المرونة في التنقل، الاستقرار للأطفال، حرية التعديل في البيت. حددي لو مستعدة تدفعي أكتر مقابل العوامل دي. اليوم السادس خدي قرارك بناء على الحسبة المادية والعوامل الشخصية، حددي ايه الأنسب ليكي في المرحلة الحالية، ولو كان التمليك حددي خطة واقعية للوصول ليه. اليوم السابع شاركي النتيجة، ابعتيلي نتائج التحدي على فلوس6@gmail.com. عايزة أعرف ايه اللي اكتشفتوه وايه القرار اللي وصلتوا ليه. الحسبة دي هتديكي وضوح كبير وهتخليكي تاخدي القرار بثقة. لو الحلقة دي ساعدتك تفهمي الفرق بين الإيجار والتمليك أو خليتك تشوفي القرار من زاوية جديدة، شاركي الحلقة، خاصة مع الستات والبنات اللي حاسين بضغط عشان يشتروا شقة أو اللي خايفين يكونوا بيرموا فلوسهم في الإيجار. مهم يعرفوا إن في أدوات تساعدهم ياخدوا القرار الصح ليهم. ولو جربتي تعملي الحسبة أو لو عندك تجربة شخصية في الموضوع ده، ابعتيلي على فلوس6@gmail.com وهتلاقي الإيميل في وصف الحلقة. وما تنسيش تسيبيلي تقييم على التطبيق اللي بتسمعي منه عشان الحلقات توصل لبنات أكتر محتاجين المعلومات دي. اللي عايزة أوصله النهاردة إن مفيش اختيار صح واختيار غلط، في اختيار مناسب ليكي في ظروفك في المرحلة دي من حياتك. الإيجار مش فشل والتمليك مش نجاح، كل واحد فيهم أداة، والمهم تعرفي إمتى تستخدمي كل أداة. وأهم حاجة ما تخليش القرار ده يستهلكك أو يمنعك من إنك تعيشي حياتك دلوقتي. العمر بيمشي والبيت المثالي ممكن يجي في وقته لما تكوني جاهزة فعلا. الإيجار والتمليك قرار كبير لكن مش نهاية العالم أيا كان اتجاهه. الأهم إنك تكوني عارفة ليه بتختاري ومرتاحة للاختيار ده، سواء كان إيجار أو تمليك. الحياة مش واقفة على عقار، الحياة في الاستقرار النفسي والتوازن المالي والقرارات الواعية. الأسبوع الجاي هنتكلم عن الثروة، إيه معناها وإزاي نعرف إمتى وصلنا لها وإزاي نوصل لها. فاستنيني الأسبوع الجاي وهاتي قهوتك وتعالي نكمل كلام الستات عن الفلوس. قبل ما نمشي حابين نأكد إن المحتوى اللي بنقدمه هنا للتوعية والتعليم فقط، مش نصيحة مالية فردية. كل واحدة ظروفها مختلفة، ولو محتاجة مساعدة شخصية الجائي لمستشار مالي معتمد.